يلا نعمل التشيكن استرجانوف. معايا هنا هوت صدور من الدجاج متقطعه شرايح، حطيت عليهم ملح وفلفل اسود وكاري وبابريكا، قلبتهم كويس جدا على زبده وزيت على النار. اول ما استووا معايا هبتدي ان انا اطلعهم في طبق خارجي. بعد كده محضره معايا بصلايه صغيره، هبتدي ان انا احطها على النار. اول ما هتدبل معايا بالشكل دوت هضيف عليها فصين من الثوم المهروسين. بعد كده احط عليهم معلقتين كبار من الزبده، هنزل عليهم بحبه من المشروم وهحطهم على النار. اول ما هيتبالوا معايا بالشكل دوت هرجع اضيف عليهم تاني الدجاج اللي احنا شوحناه مع بعض. هضيف عليهم 3 معالق من الدقيق، وهضيف بعد كده كوبايتين من الحليب، وهقلبهم كويس جدا جدا. هرفعهم على النار. اول ما الاقي القوام ابتدى يتماسك معايا كده هنزل عليهم بكوب من القشطه المبستره او السور كريم او الزبادي اليوناني، وهرفعهم على النار. وهيبقى معانا احلى صوص يا جماعه. تقدروا تعملوه جنب رز بسمتي ابيض مسلوق، وممكن تعملوه جنب بطاطس بيوري، وممكن تعملوه كمان جنب مكرونه. وهنزين الوش بحبه من الشبت. هنا عملت حبه مكرونه فوتوتشيني، وهبتدي ان انا احط عليها حبه من الصوص الخطير اللي احنا عملناه بتاع التشيكن استرجانوف. واتمنى ان الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم، ولو اول مره تشوفوني تابعوني عشان يوصل لكم كل جديد. وباي باي.